السلام عليكم يا شباب. يا رب تكونوا بخير ورب الفيديوهات اللي فاتت تكون عجبتكم. واتمنى دايما ان انتوا تدعموني تحفزوني عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. النهارده معانا تمرينة ظهر. التمرينة النهارده لذيذة جدا، مش محتاجة منك اي اوزان ولا اي حاجة. انا هحاول اوفق لك اي اوزان، ما تخافش، يعني مش ارميها عليك كده واقول لك اعمل وانت ما عندكش وتحبط وكلبش. الكلام ده محدش معايا يعمل كده. اللي معايا كله هيتمرن سواء في وزن او مفيش وزن. النهارده للمبتدئين، لو نلعب المبتدئين المجموعات بتاعتهم هتبقى 3 من 5 ل 10 عدات، يبقى في 3 في 5 او 10 عدات على حسب ما تقدروا تجيبوا من 5 ل 10، ما تقلش عن 5 وما تزيدش عن 10 عشان ما تتعبش. للمتقدمين 3 مجموعات من 10 ل 15 او ل 20 عده، يبقى ما تقلش عن ال 10 عدات وما تزيدش عن ال 20 عشان ما تتعبش. اول تمرين معانا النهارده وهو تمرين العقله الامامي. حاجات غلط كتير قوي بنعملها واحنا بنلعب العقله الامامي، من ضمنها ان احنا ما بننزلش على الاخر، ودي نمبر 1 ودي غلط، لان ديت اهم حاجه لازم تحصل عشان يتفرد معاك المجنص والخلفيه بتاعته بشكل كويس. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتخلي عضله الظهر ما تطلعش بسرعه. حاجه تاني في ناس كتير قوي بتعملها، واللي هي لما تطلع العقله بتعمل كده. طيب انا عايز افهم، انت بترمي دماغك فوق ليه؟ يعني مثلا هيطلع لك عضله في قفاك ولا في زورك مثلا؟ لا، الصح بقى الصح المفروض انت تعمله كده. تمام، اللي هو وشك يبقى لفوق. طب انت هتفتي؟ مش هفتي. جرب دي جرب دي، هتلاقي ان لما وشك يبقى فوق بيرمي حمل على ظهرك اكتر، وان ظهرك بيبقى عامل كده بالشكل ده، بتطلع ظهرك بيبقى عامل كده، يبقى هو هيأثر ورا اكتر، عكس ما تقعد تعمل كده من فوق وتضعف معاك العضله او تهرب منك، ويبقى انت كده ما اشتغلتش على العضله وظهرك مش هيحصل له اي نتيجه كويسه. الحاجه الثالثه برضو بنعملها، واللي هو بنروح تانيين ايدينا كده. لا، تانية ايدك لجوه كده غلط، لازم كوعك ايديك تبقى جنبك كده، جيب كده بالشكل ده. يا جدعان انتوا بتلعبوا تعريض تعريض تعريض، مش تضييق، تعريض. يبقى انا هلعب كده، لازم دراعي يبقى كده كده. دي مش تعريض، انا كده ما بعملش حاجه. تاني تمرين معانا النهارده هو تمرين البار على المعده. وانت مش قلت لنا مفيش اوزان؟ هنجيب البار ده منين؟ اقول لك لا مفيش اوزان، بس اتفرج على التمرينه دي. في ناس كتير هتقول لي ما عندناش الستاند ده، هنعملها ازاي؟ هقول لك تحت اي ترابيزه تديها عشان ما يبقاش عندك اي حاجه. تالت تمرينه معانا النهارده وهي تمرينه الطعن بالدمبل. ايه ده؟ طب هو نجيب الدمبل منين؟ هقول لك، اتفرج على التمرينه دي. طبعا كله مستغرب ان انا ماسك جيركن في ايدي، يا عم جو الزيت والصابون دوت. اقول لك الجيركن ده من اوائل الحاجات اللي عملتها اوزان عشان اشيل بيها، ومن الحاجات اللي نفعتني جدا في التدريب. وتعالوا نشوف الجيركن ده بيعمل ايه. هتعبي الجيركن ده نصه رمله او هتعبيه على اخره على حسب مقدرتك، وهتبدا ان انت تلعب بالجيركن دمبل الطعن، وتقف على حاجه عاليه. طبعا تقعد على حاجه عاليه عشان لما تفرد ايدك على الاخر الجيركن ما يخبطش في الارض ويشيل عنك الحمل. يبقى انا هلعب كده. رابع تمرينه معانا النهارده وتمرينه السحب المجنص، واللي هي بالشكل ده. طبعا ايدك انا مش عايزها لا تتفتح كده وتتقفل كده، انا عايزها بمستوى كتفك ومستقيمه ومتوازيه مع بعضيها، وهتسيب نفسك على الاخر تنزل تحت وتطلع فوق، وشك لفوق زي ما قلنا، بلاش يتنطر فوق كده فوق العقله، يبقى خلينا زي ما كده. خامس تمرينه معانا النهارده وهي اخر تمرينه، وهي تمرينه القطنيه. طبعا مفيش وزن مفيش اي حاجه، هنلعب بقطنيه بس هنلعبها بالشكل بتاع الجيركن اللي هو بالشكل ده.
زي ما قلنا الجيركن هيبقى فيه رمله عشان يبقى فيه وزن، وهي تمرينة القطنية، بس الفرق ان مفيش اوزان كبيرة. وطبعا عشان في ناس مبتدئين فمش هينفع ان هم يشيلوا اوزان، فانسب حل ليهم هو الجيركن اللي فيه رملة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك شير، سيبوا لي اقتراحاتكم في الكومنتات تحت. اللي مشتركش في قناتي يا ريت يشترك عن طريق صورتي او كلمة اشتراك، ويفعل الجرس الصغير عشان يوصلوا الفيديوهات اول ما تنزل. يا رب تكونوا استفدتوا من النهارده. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.